ده اليوم التالت وتعالوا اقول لكم عن اكبر كذبه سمعتها اليومين دول من ناس كتير. جالي كحه طبعا مش هينفع اوقف الفيديو. اكبر كذبه سمعتها كذبه. اكبر كذبه سمعتها هي انه استقيل عشان تحقق حلمك او عشان تركز في حلمك. انا بالنسبه لي لما بدات الاي اي اوتوميشن ايجنسي بتاعتي لقيت انه ناس كتير بتسالني احمد انت بانك بدات البيزنس بتاعك وكده، فليه لحد دلوقتي مكمل؟ ليه لحد دلوقتي بتعمل بتروح الشغل الصبح وكده؟ فبالنسبة لي هما بالنسبة لي أنا كان الشغل هو بتاع الصبح. هو بتاع 9 to 5. هو إنه هو بالنسبة لي مصدر تمويل للحلم بتاعي، بمعنى إنه أنا لو بكرة استقلت وسبت الشغل هحتاج أدفع مصاريف، هحتاج أدفع إيجار، اشتراكات، الحاجات دي كلها. طيب ده هيخليني يحطني في ستريس دايما ان انا بركز قوي على الفلوس، انا محتاج فلوس، انا محتاج فلوس حالا دلوقتي عشان اتصرف بيها. ده يحط لي في قرارات غلط، ان انا مثلا اشتغل مع عميل عشان بس مجرد فلوس. العميل ده مثلا ممكن يبقى مش صحي ان انا اشتغل معاه او مزعج او كده. فلا ال 9 to 5 هو بالنسبه لي المفروض بيس اوف مايند، بيخليني اركز اكتر على اللي انا عايزه، بيخليني اغلط ان انا اروح واغلط واجرب واسوي. فانا شايف صراحه ان هو يعني كحاجه تبدا، لو انت ناوي تبدا بزنس او حاجه جانبيه، لا ابدا وابني، وما تخليش حد يحطك في ضغط اللي هو ان انت مقصر، ان انت لسه في وظيفه. آه، وخلي مرتبك هو الممول بتاع الحلم بتاعك لحد ما الحلم بتاعك يكبر وهو اللي يصرف عليك. فحبيت اشارك معاكم النقطه دي النهارده. قولوا لي برضو بتفكروا معايا ولا ضدي، قولوا لي رايكم واشوفكم بكره.